البنت كانت شغالة في كازينو، وكل يوم من غير ما حد ياخد باله كانت تاخد 40,000 وون من الدرج وتحط مكانهم فلوس مزورة هي مجهزاها من قبل. كانت عارفة إن لو اتمسكت هتلبس في حيطة كبيرة، بس مع كده فضلت تعمل كده لمدة 2 سنين كاملين، زي نملة صغيرة بتشيل فتافيت. كانت بهدوء بتنقل 30 مليون وون كاش حقيقي على بيتها، ومفيش حد كان حاسس بأي حاجة. الست دي كانت مزورة على مستوى عالمي، شغلها كان متقن لدرجة إنه لفت انتباه الشرطة الصينية. ومع كل ده كانت مفلسة لدرجة إن عيلتها المكونة من 3 كانوا بيقسموا كيس رامن واحد على بعض. أبوها توفى وهي صغيرة، أمها سابت البيت ومشيت، وما بقاش في حياتها غير زوج أمها اللي علمها إزاي تزور الفلوس، وأختها اللي كانت هاكرة. كانوا ماشيين حالهم مع بعض بس من غير طريقة حقيقية يبيعوا بيها شغلهم. كانوا بالعافية بيجيبوا مصاريفهم من شغلانات على قدها. وفي يوم واحد ظهر فجأة ومعاه شنطة مليانة فلوس، وطلب منها تنفذ عملية تزوير ب 30 مليون دولار. هي من جواها كانت عارفة إن الموضوع ده فخ، بس ما كانش قدامها اختيار. مع الديون اللي مغرقاها وأهلها العيانين، القانون ما كانش فارق معاها في حاجة. البنت كانت بتبيع فلوس مزورة في السوق السوداء في كوريا، وشغلها كان متقن لدرجة إنك بالعافية تفرق بينه وبين الأصلي. عشان كده الشرطة قررت تتحرك وتقبض عليها. بس البنت كانت شاطرة ودماغها شغالة. في واحدة من الصفقات خدت بالها إن في حاجة مش مظبوطة، فجريت على طول. الشرطة كانت محاصرة الشارع كله، وفي اللحظة اللي افتكرت فيها إن خلاص كده انتهت، أجنبي ظهر فجأة وأنقذها في آخر ثانية. شدها ودخل بيها أوتيل حب، وجلع الماسك اللي كان لابسه وطلع تحته وش آسيوي. وقبل ما تستوعب هو مين أصلا، الكلام اللي قاله بعدها خلى رعشة تعدي في ظهرها.